عم ياسينو، ما قلتليش ايه النقوش دي؟ أيوة صحيح. المكان اللي احنا فيه ده تقريبا هو أول طريق تجاري على الأرض، الطريق اللي بيربط طيبة بأرض الفيروز، وفي نفس المكان فيه أهم محاجر كيميت، واللي كل حكامها كانوا بيبعتوا حملات كتير للحصول على الأحجار والسيطرة على المكان. ومش بس الأحجار، هنا وعلى الأرض دي أهم مناجم للذهب عرفها شعب كيميت. شايفين النقش ده؟ دي خريطة لكل مناجم الذهب في أرض الفيروز. يعني المصريين القدماء عرفوا رسم الخرايط كمان؟ أنا بعد اللي شفته وسمعته بقيت متأكد إن كل شيء بدأ من هنا، فن وأدب وعلوم وهندسة وطب، حتى التجارة والبحث عن الكنوز. المصريين القدماء كان ليهم دور كبير في كل ده. أيوة. ونسيت أقول لكم، المنطقة دي تعتبر زي منفى، يعني أي حد بيرتكب جريمة أو بيخرج عن القانون بيجيبوه يشتغل هنا في المحاجر. إيه رأيك يا يحيى؟ أسيبك هنا؟ أسيبك؟ بقى كده يا سينو، أنت عارف أنا هقول لمين صح؟ لا خلاص أنا بهزر معاك يا أخي. يوه، أنا حاسس إن المغامرة المرة دي هعرف فيها حاجات كتير أكتبها في البردية.